دلوقتي مع اليهود في منطقة ايه؟ ثم رددنا لكم الكرة عليهم. ومتى تنتهي هذه الكرة؟ حين نعود ثانيا عبادا لله. فإن شئتم فأطيلوها وإن شئتم فقصروها، وادخلوا المسألة على أنها أمر ديني، ما تأخذوش على أنه أمر عربي ولا أمر سياسي ولا أمر حاجة، لا، ادخلوها إيمانيا إسلاميا، وذلك لا يكون إلا إذا كنا جميعا عبادا لله. فإذا كنا عبادا لله لن يتمكنوا منا. الله سبحانه وتعالى حينما يتكلم بقضية قرآنية لا بد أن تأتي القضية الكونية مصدقة لها. ولو استمر الأمر بدون كرة من اليهود علينا ونحن قد تفصينا عن منهجنا وأصبح كل يتبع هواه، كانت القضية القرآنية ما تنفعش. يبقى لازم حصل كده. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخباركم وأحوالكم والدنيا معكم إن شاء الله طيبين، وإن شاء الله الفيديو تلقاكم في أحسن حال. صباح مساء الخير لو بتشاهدونا بالمساء، أو صباح الخير أحلى مشاهدين ومتابعين. نتمنى منكم التشجيع بالتعليقات. بنقول يا أخواننا في الواتس ربنا ينصرهم ويثبت أعضائهم بإذن الله، وربنا يسهل أمورهم وييسر بإذن الله، وينتهي المشاكل اللي على خير. نتمنى كل الدنيا تكون فيها سلام إن شاء الله. ونحن بنترحم عليه شيخنا الشعراوي، ربنا يرحمه ويغفر له إن شاء الله، ويدخلوا مع الصديقين والشهداء. اليوم درنا نسوي معاكم الكسرة والزبادي. الزبادي غير ملاح، الروب الزبادي العادي بالبصلة والخضار وكده. طبعا بعوز معاكم الكسرة دي يعني بالدقيق بتاع الذرة. لو الزول ما عارف يعني غير السودانيين أكيد عارفين الحاجة دي بالذرة، بحمضها عشان تدعس معاي، لأن الذرة ما زي القمح أو الفيني، ذرة شوية كده. لكن كانت العواسة صعبة شديد، لأنها تعبتني شديد، لأنه كنت في غاز واقفة عليه حيلي، الغاز واقفة على طولي، يعني حاجة مبالغة، لكن الحمد لله انجزنا. وكان فطور يعني بتاع جمعة جميل جدا. طبعا الوجبة دي بتاعت فطور، يعني ممكن الناس دي لو دارت تعمل الزبادي ده بالسكر نفس الحكاية، بس تعمل زيحة الخضار تعمل سكر. يلا هنا بدون العواسة ما حتكون ذرة، حتكون قمح أو سيقة أو استرالي يعني. برضو حلوة دي، بتنفع فطور في عشاء كده. هنا زي ما شايفين الكيس ده انا مشتريه بألف عندنا هنا في الولاية الشمالية. طبعا في الولاية الشمالية الحمد لله لفينا بلاد يعني ولايات كلها. كنا في الجزيرة بس في الولاية الشمالية. طبعا الكيس ده انا اشتريته ب1000 جنيه، بيقولوا كوبايتين، واشتريت كيسين. طبعا الزبادي ده بيستحمل يعني بيستحمل الخضار. اي خضار عندك حلو بشيله. يعني بحب العجور والخيار والفلفلية. طبعا هنا كان عندي في الثلاجة فلفلية وبصل عادي، بصلة فلفلية عليها توم وفلفل، تدي نكهة جميلة جدا، ومعاهن عليه رشة ملح كده. الفطور انتهى الحمد لله. الفطور كان لذيذ وجميل جدا وخفيف، يعني حاجة حلوة. لكن بس كانت الوقفة بتاعت الواسة رهيبة يعني. أنا عوزت الجردل بتاع كسرة يعني زي يكون 3 كيلو كده، يعني هو 5 كيلو، 5 كيلو عوزت فيه زي 3 كيلو كده يعني. لكن كان جميل جدا، وزي ما تشوفوا معاي هنا في الفيديو. لكن العواسة يعني انجزتها الحمد لله، يعني نسبة انه مفروض يكون شنو العواسة دي يكون عندها كاسبرا، يعني مقعد بتاع العواسة النار بتكون يعني شنو موزعة. لكن انا هنا استخدمت الغاز العادي وبالعين الكبيرة. ولو لاحظتوا الناس ماسكة لي فوطة يعني بحرك للنار، يعني النار بتاع البوتاجاز مباشر كده ما بتسويها، لانها هي يعني حقت حلة ما حقت عواسة عندها صاج معين. المهم يعني جاسفنا وانجزنا، ويعني ما شاء الله عزت الحمد لله يعني انتهيت. لكن برضو انتهينا من البوتاجاز، لكن بإذن الله بننظف بعد شوية. لكن يعني انجزتها الحمد لله. طبعا عندنا وفطرنا الحمد لله، وباقي الكسر هنا انا لميته. عندنا عصير اسمه الموز، بدوب الكسرة دي
وبالسكر وبالمويه الباردة لذيذ جدا يعني حلو. يعني ده عصير سوداني خالص، يعني الله أعلم في حد بيسوي يعني غير السودانيين بيسوي العصير ده، أنا ما عارفة. لكن كده انتهينا من الفطور وشغالة معاكم منظف. طبعا دي أكلة يعني بحتاج حقة الجزيرة، بحبوها كده. ناس الجزيرة بحبوا الزبادي بالكساء. طبعا هناك في الجزيرة الناس يعني الحمد لله الدنيا بخيرة وبيبقرون يعني بحالهم الحمد لله رخية الدنيا يعني. عندهم الزبادي ده يعني جردل بتاع زبادي مخصص بيملوه وبيروبوه وبيفطروا منه، أو بيسووه روب نعيمية كده. طبعا يعني أنا عندي بنت ما بتحب الروب ساي، أنا عملت لها حبة نعيمية بالجنبة لو شفتوا في الصحن معايا. يعني النعيمية برضو بتنفع عصيدة، تنفع كسرة على حسب الذوق، بالاتنين بتأكلن. وكده انتهينا من وجبة الفطور وراجعين نشوف الكركبة دي والحكاية دي والزيادة اللي تدمر وانتهى. لكن الحمد لله لحقنا أي حاجة وانتهينا في امان الله. لو وصلت معي للفيديو لحد هنا برجو منك انك تدعميني باللايك والاشتراك والدعم بالتعليقات الطاقة الحلوة الإيجابية، بتدينا دعم كتير والله. وإن شاء الله يعني إحنا لسه غنى بسيطة صغيرونة لسه، إن شاء الله نتمنى نكبر مع بعض سوا. كده كان فطورنا بتاع يوم الجمعة، سوينا الجبنة والشاي وكده انتهى الفطور وغسلنا معاكم العدة والحمد لله. ويا اخواتي صلوا على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وتم التسليم. إن شاء الله نعود بروتينات أكبر ونكبر مع بعض بإذن الله. وإن شاء الله كده نهاية المطبخ الحمد لله. وهنا معاكم البوتاجاز طبعا خاص يعني منتهي رسمي يعني الحمد لله. لكن انجزنا والله، ما تشوفوا الكركبة الكتيرة دي، لكن يعني عملنا كسرة الحمد لله. الأسرة اتغدت وباقية دخلناها الثلاجة، وعملت موز برضو سجلت لكم، لكن نزلوا لكم مع الفيديوهات القصيرة بإذن الله. ويعني انجزنا يعني لما نشوف حل البوتاجاز مأسفني جدا، لكن بتراجع بقول الحمد لله ان احنا انجزنا حاجة، سوينا حاجة من عدم يعني ما في فهمتوني. المقعد ما في، انا اجتهدت لانه العين دي ما بتسوي ملح، لكن ما بتسوي كسرة دايرة توزيع بتاع نار حلو مظبوط. لكن انا اجتهدت وسويت يعني برضو لما جيت اغسل يعني واسيت روحي بالكلام ده. طبعا اليوم أنا كنت بتصفح من الكلمات اللي لفتت نظري يعني ممكن أشاركها معاكم. وتشاء أنت من البشائر غطرة ويشاء ربك أن يغيثك بالمطر. يعني تعمقوا هذه الكلمات وهي بحسن الظن بالله. ومع السلامة كده انتهينا من الفيديو، في لقاء تاني.